السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد ومعركة جديدة. شايفين يا جماعة؟ شايفين اللي قدامكم دوت؟ انا المطبخ كنت متعمدة ان انا اسيبه كده عشان اعمل معاكم فيديو تشجيعي. بصوا بقى يا جماعة، كنت بنضف في الجزء اللي جوه بتاع الاوض، فالمنظفات كنت حطاها هنا على الرخامة عشان خاطر ايه يعني هبتدي اشتغل بيها في الريسبشن والحمام الصغير. وهنا بقى كانت امي مدياني كرومبويه صغنونه كده وبطاطس، فبتاع ده اللهم صل على النبي، كنت جايباهم وحطاهم هنا على الرخامة عشان الكرومباية اسلقها والبطاطس احطها في البتاع ده وكده. المهم بقى عندي مواعين كده عايزة اغسلها، مواعين كتير قوي هتخش الغسالة والتانيين اغسلهم على ايدي زي ما انتوا شايفين. اول حاجة كده عايزاكم تحطوا لايك للفيديو، تشتركوا معايا في القناة لو انتي لسه ما اشتركتيش، ويلا بينا نبتدي الفيديو ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وتاني حاجة عايزة اقول حسبي الله ونعم الوكيل، والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد قال عليا كلمة مش فيا. حسبي الله ونعم الوكيل في ليلة الإسراء والمعركة اهو، مش مسامحاكوا مش مسامحاكوا مش مسامحاكوا. ربنا يبتلكوا باللي فيا. الكلام ده مش للمتابعين، الكلام ده لقنوات النقد اللي طلعت تقول عليا يا جماعة ان انا طلعت قلت على الفيديو ده ان انا عايزة الم تبرعات او الم من ناس داعمين. طب بصوا يا جماعة، بس اللي بيتكلم مجنون واللي بيستمع عاقل، تمام؟ عشان بس ايه حد بيعمل كده فاحنا خلاص نقول على الكل كده. اللي بيعمل كده بيكون بيفتحوا لايفات اصلا، تمام؟ انا اخر لايف كنت فاتحاه هنا على اليوتيوب كان حوالي من 3 سنين، وانا اصلا ما بحبش اللايفات بتاعت اليوتيوب، ما بحبهاش. لما بكون حاسه اني زهقانه وعايزه اطلع لايف، يا بطلع على التيك توك وعلى الانستجرام. ويعلم ربنا اقسم بالله عمري ما خدت ربع جنيه من التيك توك، اقسم بالله. اي هدايا بتجيلي من صحابي او من اي حد، لما بدخل لناس صحابي تاني بروح ايه، ومثلا هم في جولة او حاجة وانا عايزة اكسبهم، فبروح رميها لهم. اقسم بالله وحياة ربنا اللي ما فيه يعني اغلى منه واحسن منه ان انا ادعي بيه. دي حاجة. الحاجة التانية يعني انا مش هتشبه ليكوا اصلا. ليه بقى؟ ان انتوا اصلا يعني مش عايزة اقول في الكلام، مش عايزة اغلط والله العظيم، لان انا مش زيكوا. انتوا متعودين على كده، ان مثلا واحدة بتكره حد فتديكوا فلوس تطلعوا تتكلموا عليها وتعيبوا فيها. دي حاجة ترجع لكم. اللي قالت كده واحدة بس، عشان بس يعني قناة نقد واحدة بس هي اللي قالت كده، انما التانيين بصراحة معايا. آه انا عايزه اقول بس يعني انا مش هقول غير كلمه حسبي الله ونعم الوكيل. والله ما مسامحه، والله العظيم تاني ما مسامحه. والضيقه اللي انا فيها انا ما مسامحه، مش مسامحه اي حد قال عليا كلمه، اي حد يعني ظلمني، اي حد اختبني بكلمه. بس اللي انا فيه تقعوا فيه قادر كريم، قادر كريم اللي انا فيه تقعوا فيه. مش هقول اكتر ولا اقل، لان انا اصلا تعبت. بس تعبت من كتر الكلام، وتعبت من الشك ان انا اقعد اشتكي والكلام ده. انا تعبت. انا عايزه اعيش في هدوء، محدش سايبني اعيش في هدوء، حتى الهدوء مستخسرينه عليا. حسبي الله ونعم الوكيل. النهارده بقى بصوا يا جماعه انا هعمل ايه. عايزه اقول لكم ان انا في ناس كتير بتكتب لي في التعليقات يا دنيا جماعه بصوا معلش عشان انا عندي اللثه بتاعت سناني ورمه، فمعلش بقى يعني ايه مخارج الحروف مش هتطلع يعني مظبوطه، بس استحملوني. بس انا المفروض الفيديو ده كان ينزل لكم امبارح والله العظيم، الليله اللي فاتت دي، بس مش ما كنتش عارفه اتكلم. المهم يا جماعه، اللهم صل على النبي. آه كنت بقول لكم ايه، في ناس كتير بتكتب لي في التعليقات يا دنيا اعملوا تنظيفات رمضان. انا شايفه يا جماعه ان لسه تنظيفات رمضان لسه فاضل كتير يا جماعه، لسه فاضل شهر و4 ايام او شهر و3 ايام، يعني فاضل لسه شهر. يعني مثلا ممكن نعدي اسبوعين وقبل رمضان باسبوعين نبتدي نشتغل ناخد المطبخ من جوه والبره، نبتدي ناخد دواليب، نبتدي ناخد حمامات، نبتدي ناخد من تحت السراير كده يعني. دلوقتي يا جماعة بقى في تنظيفات شتاء وتنظيفات صيف وتنظيفات دخلة المدارس وتنظيفات رمضان وتنظيفات العيد. احنا عايشين حياتنا كلها بننظف. والله العظيم يا جماعة عايزة اقول لكم على حاجة، هي مش حوار ان تنظيفات كذا وتنظيفات كذا، لا والله العظيم، بس احنا عايشين حياتنا كلها بننظف، والله هنعمل ايه. المهم يا جماعة بصوا عملت ايه هنا اهو.
هنا فضيت الغسالة كلها من المواعين النظيفة. بعد كده بقى ايه عشان ارص تاني مواعين تانية. عندي اطباق اللي هي الاطباق اللي لونها خشبي دي. حطيت واحد منها، مش انا اللي حطيته، انا نسيت وحطيته كده، فلقيته مع الغسالة مع انه مكتوب على ظهر الطبق ان هو يخش غسالة الاطباق والميكروف وكل حاجة. بس حسيت ان هو رايح يطبق الغسالة. يا جماعة بتشتغل على درجة حرارة عالية، فمش اي حاجة حتى لو يعني مكتوب عليها من ورا ان هي تخش غسالة الاطباق، مش اي حاجة بتخش بصراحة. بالذات الحاجات اللي هي قلب على اكليريك تقيل او الحاجات دي. انا البلاستيك والاكليريك الخفيف والكلام ده ما بدخلوش الغسالة اصلا يعني. حتى عندي الكبات بتاعة البصل والخضار والكلام ده، ما بدخلهاش غسالة، بغسلها انا على ايدي وادخل السكاكين مثلا هي اللي ادخلها جوه الغسالة، لكن ال الكبات نفسها اغسلها انا. المهم جبت شيلت المعالق والسكاكين والشوك دي، اخدت النضيف وحطيته في الدرج. بعد كده حطيت هنا اللي مش نضيف فيها قبل ما ادخلها الغسالة تاني. وهنا فضيت الحوض خالص من اي بواقي اكل ومن اي حاجة، عشان خاطر ايه ابتدي يعني اغسل المواعين اللي انا كده دخلت اللي عايزين يدخلوا الغسالة، والباقيين دول هيتغسلوا على ايدي بس. وفضيت هنا المواعين كلها، فضيت الحوض كده كله عشان يبقى نضيف كده معايا وسهل. وانا اللهم صل على النبي وانا بعمل. عايزه اعمل يا جماعه ديكور هنا على الرخامه، عايزه اعمل حاجه جديده كده تغير من نفسيتي مخنوقه والله العظيم مخنوقه. المهم هنا كنت عماله اشتغل في الغساله ولسه يعني انا ما شغلتهاش لحد ما خلص الفيديو، ما شغلتهاش لان انا لسه بملاها، فاكيد مش هشغلها على جزء من فوق والجزء اللي من تحت لا. هنا بقى ايه لقيت البتاعه دي اتملت، فرحت مدخلها كده الغساله، وخدت بقى كل الحاجه دي كده عشان ابتدي اغسل المواعين. كل اللي انتوا شايفينه ده يتغسل على الايد. جبت بقى فوط جديده وحطيتها على البتاعه دي عشان ابتدي استخدمها كده. احط بقى صابون وبتاع كده مطرح دي. عايزه اقول لكم يا جماعه على حاجه بجد والله العظيم، يعني انا لو ما اعرفش حاجه اسكت. ما بحبش ان انا ادخل نفسي في الحاجه اللي انا ماليش فيها. يعني ما بحبش ان هو مثلا انا يعني ما افهمش في حاجه او انا ما اعرفش حاجه ما افتيش. بلاقي ناس بقى بتخش تكتب يعني رأي وكلام وبتاع ومش عارفه ايه، وناس تانية تعمل فيديوهات تحط صورتي وتجيب صوري من على التيك توك ومن على الانستجرام وتحطها. ويعني اما احنا بنتاجر انتوا ايه بقى؟ طب احنا بنتاجر بنفسينا، انتوا بقى بتتاجروا بغيركم. معلش بقى معلش، ما هو الحق يتقال بقى، خلينا يتقال بقى يعني 5 صراحة كده. فاللي هو ايه احنا على يعني انتوا بتسمينها ان هي متاجرة، فاحنا ماشي لكم ان احنا متاجرة. طب انا بتاجر بيا انا، ما بتكلمش على حد. انتوا بقى بتتاجروا بينا وتسرقوا صورنا. انا مش بتكلم على حد، بتسرقوا صوري تحطوها على الفيديوهات من بره وعنواني واسمي في عنوان عشان تشدوا المتابعين وكده يعني. ليه بقى برضو مش دي متاجرة برضو ولا ايه؟ والناس تانية اللي تقول السم في العسل في التعليقات تبقى معايا بس ترمي كلمة من تحت لتحت كده. يعني انتي معايا برضو ولا عليا ولا انا مش فاهمة برضو. يعني كل الكلام حلو 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 تروح ضربة كلمة كده اللي هو انا مش فاهمة انتي معايا ولا عليا، ادعيلك ولا ادعي عليكي ولا اعمل ايه؟ انا مش فاهمة. الحمد لله الحمد لله، وربنا يدي كل واحد على قد نيته في الايام المفترجة اللي احنا فيها يا رب. حتى تلاحظوا يا جماعة ان في قنوات النقد دول بيجوا في رمضان، والله العظيم لاحظت ان في 3 4 قنوات كده يبطلوا. طب بتبطلوا ليه؟ طيب انتوا مش عارفين عارفين ليه؟ عشان عارفين ان دي نميمة وان ده حرام وان ده ما يصحش يعملوها في الشهور العادية، لكن رمضان نو. يعني ربنا عايزينه يعني يتقبل صيامنا. فبصراحة يعني عجبت لك يا زمان بجد. يعني بدل ما تدعوا لي واللي هو ايه يعني تقولوا ربنا يصلح لها حالها او يوفقها او حسبي الله ونعم الوكيل فيها لو كدابة، لكن كلام ولبلبة كتير في حاجات ايه ده ايه ده. لا ولا يعني كومنتين 3 من المتابعين، معرفش بقى دول ليا ولا عليا ولا دول ناس تعرفني ولا دول متابعين، انا ما بقتش عارفة حاجة.
انا والله العظيم اقسم بالله لو واحده دخلت تشتمني في كومنت انا ما بمسحش الكومنت بتاعها ولا بخش ارد عليها. تعرفين انا بعمل ايه؟ انا بقيت اثبت الكومنت بتاع، شفتوا اللامبالاه اللي انا بقيت فيها؟ بقيت اثبت الكومنت بتاعها واخلي الناس تخش هي تشطفها. والله العظيم الناس بتخش تشطفها كده. يعني انتوا مثلا ممكن تخشوا على الفيديو اللي فات على طول وتشوفوا الكومنت اللي انا مثبتاه. انا ما اعرفش هي مسحت الكومنت ولا لا، بس هي اكيد ما مسحتهوش. خشوا شوفوا الناس ردت وجابت حق ازاي. انا بقى دول يعني ربنا يخليهم ليا وما يقعوا في دقيقة ابدا، اللي بيردوا غيبتي دول، وربنا ما يوقعهم في شر ابدا. بس انت طالما شايفاني كويسه تبقى انت كويسه، شايفاني تعبانه انا يبقى انت تعبانه بقى. كل واحد بيشوف الناس بعين طبعه، ده اللي انا اعرفه واللي انا متاكده منه 100%. بس المهم هنا يا جماعه عملت ايه؟ مسكت المواعين كده غسلتها حاجه حاجه، والاطباق دي كل حاجه هنا بقيت اغسلها واسيبها واقلبها على وشها كده تتصفى كده. ايه ان انا احطهم في المطبقيه. هنا بقى بصوا يا جماعه انا غسلت كل حاجه، الصواني والكلام ده كله 3/4 ممكن كان يخش الغساله. بس عندي هنا الطقم الزيتي اللي انا كنت جايباه في رمضان اللي فات بتاع الاكل ده، كبير على المطبقيه وكبير على الغساله. يعني لما باجي احطه في الغساله المروحه ما بتلفش، فالمروحه تتقطم واروح اجيب الصيانه تاني ياخد مني كام الف. فلا بغسله على ايدي، انا ما اتشلتش فبغسله على ايدي. وغسلته وصفيته وحطيته هنا في البتاع دي. بعد كده مسكت الحله ديت ورحت ايه غسلاه. عندي هنا كمان برطمان المخلل خلص اللي كانت امي عاملاهولي. امي بتقول لي ايه، امي بس عامله معايا عهد يا جماعه، عهد. ما اعرفش، مش عارفه اتكلم يا ناس. عامله معايا عهد. ايه بقى العهد؟ ان هي تعمل لي مخللات في مثلا برطمان ما يعني وخلص ما تسلمنيش الجديد غير لما ارجع لها البرطمان القديم. انتوا فاهمين اللي هو سلم واستلم؟ هي امي كده. فهي شغاله معايا كده. فانا بقى خلص فرحت ماسكاه ورحت غسلاه وصفيته كده عشان ايه، وانا رايحه اديهولها عشان تديني بقى عامله فلفل هالوين المره دي، فعشان تديهولي. فلما اجيبه بقى ابقى اوريهولكوا عشان الناس كده بتحب الفقرات بتاعت الحاجات اللي امي بتديها لي دي، فهبقى اوريها لكم. هنا بقى برضه يا جماعه جبت الازازتين المية اللي عندي دول ورحت ماسكاهم وغسلاهم كده من جوه ومن بره، عشان خاطر سيرين وسليم لما بنكون قاعدين بناكل احنا بنخلي ازازة مية جنبينا، فبيبقى ممكن ايديهم فيها اكل او حاجة وبتاع ده اللهم صل على النبي وتتطبع كده وبتاع. فانا كل يوم كده بمسكهم اغسلهم وانا بحطهم في التلاجة. يا جماعة انا صيف شتا بحب اشرب مية ساقعة، معلش اللوز بتزغرط لي. بصوا يا جماعه الناس اللي انا في الفيديو اللي فات اللي كتبوا لي في الكومنتات على العلاج اللي انا قلت عليه اللي انا بجيبه لسلين وسليم اللي هو بتاع فاتح الشهيه. ناس كتير بتقول لي دنيا احنا حاسين بفرق وبتاع، فالحمد لله طالما انتوا حاسين بفرق فلوسي حلال فلوسي حلال فلوسي حلال. بجد يا جماعه انا عايزه اقول لكم، يعني انا قلت يا جماعه عايزه اقول لكم على حاجه، ده مش دواء عشان بس ما حدش يقول لي ده دواء، لا دي تركيبه انا جايباها من صيدليه. فلو جت يعني انا لسه الازازه ما خلصتش، فلما الازازه تخلص عشان هو ايه قال لي على نص الازازه كده تحس بفرق، فانا حاسه بفرق الحمد لله. بس يعني برضو لو كده ممكن انا اجيبها لكم وتتواصلوا معايا وانا يعني اخدها منه، تتواصلوا معايا وانا اجيبها لكم. بس هي مش دواء، يعني مش دواء يتجاب من الصيدليه، لا دي تركيبه. وبياخدوا منها كل يوم 3 مرات قبل الاكل كده ب10 دقايق. بس عايزه اقول لكم يا جماعه بقى ان هي ايه، يعني حاولي وانتي بتجيبي الدواء دوت ان انتي تعمري البيت، لان العيال كانك بتكوني سايباهم في مجاعه فجعه كده بتاخدهم. اقسم بالله وحياة ربنا. بس بالهنا والشفا بالهنا والشفا. انا عايزه اقول لكم يا جماعه انا بعاني من سليم، الناس اللي متابعاني من زمان بعاني من سليم. ليه؟ سليم يا جماعة من ساعة ما اتولد وهو ضعيف ضعيف جدا أصلا. الناس اللي زمان هي اللي هتكون عارفة، ضعيف جدا وهو أصلا مولود ضعيف. فالوقت يا جماعة ما بيكبرش. أنا سليم ابني عيد ميلاده الجاي خلاص شهر، يعني آخر 3 في أول 4 بتاع ده اللهم صل على النبي.
عيد ميلاده في اول 4 اخر 3 ايه. عنده هيقفل 6 سنين. جماعة ما بيكبرش جسمه، هو حاسة ان جسمه ده من هو عنده 3 سنين. ما فيش يعني ايه ده، في ايه؟ ف فبتاع ده، انا يعني كنت بعاني جدا معاه وما برضاش ياكل يا جماعه. اعمل له السندوتشات يروح مثلا يقول لي خلاص ماما هاكلهم قدام التلفزيون. الاقي السندوتشات رميها لي في درج التسريحه، اللي في الدرج اللي ما بين السراير، ورا السرير عشان ما اعرفش، تحت السجاده، في البلكونه. اقسم بالله وحياة ربنا، عشان بس ان هو ما ياكلش، مش عايز ياكل. طب ليه يا ابني كده؟ يا ابني كل يا ابني يعني في ايه؟ انا بطلت اصلا اوديه التمرين بتاع الكوره مع كباب بسبب كده ان هو انت عايز تجري وتحرق وتعمل مجهود وانت اصلا ما بتاكلش. كل يا حبيبي، وانا اوديك وامرنك واعمل لك كل حاجه، بس مش هوديك وامرنك وتقعد. اصل يا جماعه ما يقعد يجري ويحرق وبتاع، والواد بيحرق كده هو على الفاضي. طب انت كده يعني بتعمل ايه؟ انت كده بتخس اكتر، انت كده بتخس اكتر. فانا قلت له عايز كده يا حبيبي هوديك، بس آه يعني اللي انت عاوزه، اي تمرين عايزه امرنه لك، بس كل يا قلبي، كل يا حبيبي. بصوا هنا يا جماعه، انا جبت الفوطه بتاعه الدهون اللي هي بتاعه جرين واي، ومسكت الاير فراير عشان عندي كانت يعني ايه عايزه عليها دهون كده، عايزه تتمسح. فرحت ماسكاها بقى كده ورحت عاملاها كده من جوه ومن بره زي ما انتم شايفين، ومسكت الرخامات كلها ورحت غسلاها وشطفتها ورحت جرى الكلام ده كله. هنا بقى الرخامه دي بصوا عليها ايه، مغارة علي بابا. المنظفات دي خليت سيلين والمعطر وكله خليتها ايه دخلوا لي في الحمام جوه هنا اهو، عشان انا نضفت بيه جوه في الاوض جوه، فايه برجعه تاني مكانهم وعشان الحمام هيتعمل. هنا بقى رحت ماسكه هنا البطاطس، قلت هحطها مطرحها في التربو يعني. بعد كده همسك الكرنبرايه برضو واروح ايه شايلها من الكيسه والمع الرخامه دي كلها وتبقى ايه فاضيه كده. شفتوا الستاند بتاع الموبايل اللي انا هحطه على الرخامه ده؟ من ساعه ما جيت من السعوديه، انا جايباه من السعوديه، ومن ساعه ما جيت من السعوديه وهو محطوط على الرخامه. يعني شوفوا نزلت كام مره وركبت العربيه كام مره وانسى ان انا اخده عشان اعلقه، اللي هو الترايبود بتاع حامل التليفون يعني، وانسى خالص ان انا اخده واحطه في العربيه. المهم بقى مسكت برضو الطبق بتاع اللب والسوداني والمكسرات والحاجات دي ورحت غسلاه. بعد كده بقى رحت ايه شايله الحاجه دي كلها، اي حاجه عايزه تخش الغساله دخلت كده. اخر حاجه بقى واللي انا هعملها هو ان انا هحمل حوض هديله دش كده، عشان خاطر ايه هو عايز يستحمى حبيبي ده. واخد كده الحنفيات بتاعة الفلتر والحنفيات التانية وكل الكلام ده كله، اروح ايه عاملاه كده. اما تيجي تغسلي المواعين، بصوا يا جماعه، صح نسيت اقول لكم على حاجه، الفيديو ده مش تنظيفات رمضان خالص خالص، ده تنظيفه عاديه كده، عاديه خالص خالص يعني. المهم كنت بقول لكم ايه، تحسوا يا جماعه وانتوا بتنضفوا، يعني وانتي بتعملي المطبخ، لو الرخامات تتغسل والحوض يتغسل، تحسي ان كده المطبخ بينور حرفيا كده، غير كده نو. المهم بقى ايه، خلصت كده الحوض والدنيا تمام. الصينية اللي ورا الحوض يا جماعة انا مش بستغنى عنها، يعني صينية اكلنا وشربنا، انا عندي منها جميع المقاسات وعندي منها الجلد والنحاس، بس دي اللي هي الصغيرة بتبقى على قد فطار كده، فاهماني؟ المهم بقى جه على اخر حاجة عايزة تتعمل، ان انا امسك الارض اكنسها وامسحها، عشان بس يبقى عملنا كده حاجة من جماعة. يعني ملكوش دعوة برجلي دي، شياكتي في الشتاء والله العظيم، يعني عشان بس ما حدش يقول لي ايه الشياكة اللي انت فيها دي يا دنيا. جماعة انا لابسة بنطلونين فوق بعض ولابسة شرابين فوق بعض، فالساعة ما بتفرقش حاجة، انا اطرافي مش حاسة بيها، بجد 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 انا اطرافي مش حاسة بيها. ف يعني كأنكم مش شايفين حاجة او عاملين اي حاجة. هنا بقى يا جماعة خلاص خلصت كده، مسكت المطبخ مسحته وكنسته وعملت كل حاجة، هقفل بقى الأنوار لحد ما ينشف. بعد كده بقى أعمل لهم الغدا عشان غدا ايه العشاء، عشان أعشيهم وبس كده، الواحد ينام مرتاح طالما المطبخ نضيف بجد يعني. دلوقتي يا جماعة معرفش انتوا شايفيني ولا لأ، عايزة أعمل أكل لأحباب الله،
عملت ايه بقى؟ عندي بانيه متبلاه. فاكرين البانيه اللي كنت متبلاه مسافره اسكندريه؟ انا ما خدتوش معايا اسكندريه، قاعد في التتبيله، فاكيد طعمه خطير دلوقتي. بقول لك ايه يا سليم، عملت منه حتتين كده عشان نتعشى بيهم، وعملت جنبيهم مكرونه محمره. انما ايه بقى؟ هات لي المقص ده بس بالراحه بقى عشان ما تكسرش الكوبايه. هاتي الستور المقص ده، هاتي المقص ده. بصوا بقى عشان مكرونه دودو. بصوا المكرونه عامله ازاي. هاتي الصوص معلقتين من الغسيل. لسه فيها ايه شويه صوص كده من تحت. بالراحه يا سليم. ها انا بحط الحله. بصوا يا جماعه انا عامله حبه صغيرين كده، يعني عامله نص كيس اللي هو 400 جرام. لا افتحيها بس النص فاتحه. اقفي هنا وافتحيها. يا رب انت ايه. انا البانيه بقى يا جماعه ما بقيت شكله غير بالعيش. مفيش معالق. في معالق يا حبيبتي كتير. والبانيه انا مقطعه القطع بتاعت البانيه كبيره، فبجيب المقص واقسمها كده. في بقى ولا مفيش؟ هو مفيش خلاص. بصوا بقى يا جماعه، تاخدي كده قطعه البانيه في قلب الرغيف وتاكلي كده. حتتين المخلل اللي امي عاملاهم لي وبرضه خلاها في المدرسه. تاخدي؟ مش عايزه بانيه؟ بقى بالعيش.